في إطار سرد سلسلة الخونات المغرب وخائني المملكة المغربية. هذا الرجل اللي غنتكلموا عليه اليوم هو فرعون المغرب، حاصد الأخضر واليابس، رجل الفلوس وجمع الثروات ديالو اللي تقدرات بملايير الدولارات. ساروت ماما فرنسا، ملك ميسا اللي في الارض ديالو واللي في السماء عنده فيها النص، المتمرد اللي وقف في وجه السلطان محمد الخامس وقال ليه انتم لستم الا ظل السلطان، انتم سلطان حزب الاستقلال. كل هاد الصفات كتجمع في الخائن والقواد اللي باع بلاده وعطاها هدية الاستعمار الفرنسي، السلطان الاسود باشا مراكش تهامي القلاوي. قبل ما نبداو الحلقه، الا كنتي اول مره كتشاهد فيها القناه ما عليك الا تضغط على زر الاشتراك وتفعل معك الجرس باش يوصلك الجديد اول باول. وفين ما كنتي خلي معك شي جمله كومونتير. 3 2 1 بداو الحلقه. تولد تهامي القلاوي سنة 1879 بدار قلاوة بقصبة تالوات، وكتعرف أيضا بمنطقة تالويت اللي تاخدها باه محمد أبي بيط مقر الإقامة وشبه تكانة عسكرية، واللي كتواجد في الجهة ديال درعا تافيلات. كان الجد ديال تهامي أحمد مزواري القلاوي تولي منصب شيخ القبيلة. تلقى التهامي تعليما دينيا بكتاب القبيلة، وبعدها انتقل المدرسة اللي كتواجد بمنطقة زاوية سكور بأوريكا، حفظ تماك القرآن وتلقى بعض العلوم في اللغة والدين، إلا أن الظروف اللي كانت كتمر بها البلاد ما خلاتوش يحصل على شي شهادة أو لا يمشي في شي نيفو بعيد. توفى الأب ديالو في سنة 1886 والعمر ديالو ما كيفوتش 8 سنين. واللي غادي يتكلف بالتربية ديالو هو الشقيق الأكبر ديالو اللي هو المدني القلاوي. هنا عائلة القلاوي غادي يبداو يتعرفوا، وسيما فاش غادي يطيحوا على واحد المنجم ديال الملح في الارض من الاراضي ديالهم، وتما غادي يبداو يجمعوا الصرف والعاقه ديال بصح. ولكن بلاتي هنا يقدر يجي واحد السؤال اللي تقدروا تطرحوه عليا: مني هو لقى منجم ديال الملح اجابوا للسياسه؟ بلاتي كل حاجه غادي نجاوبكم عليها دقه بدقه. وهذا الشيء كان سبب السلطان. او كيفاش السلطان غيتدخل في هذا الشيء؟ بالفعل السلطان هو اللي تدخل في هذا الشيء، بحيث ان السلطان كان راجع من واحد المعركه ضد المتمردين في الجنوب وشداتهم عاصفه ثلجيه، وهنا تهامي وخوه المدني غادي يلعبوها مريقله للصالح ديالهم. وهنا تهامي وخوه استقبلوا السلطان حسن الاول والجيوش ديالو احسن استقبال، لا من مأكل ولا من مشرب. هذا الشيء اللي خلى السلطان الحسن الاول كيف ما كرمهم هما حتى هو غادي يكرمهم ويجود عليهم، سليهم الهدايا وحتى الهبات والمدافع والأسلحة، وعطاهم المدفع الألماني اللي غادي يستغلوه وغادي يستعملوه في إخضاع المناطق المجاورة للصالح ديالهم. وهنا عين الحسن الأول تهامي خليفة على الجنوب وكلفهم بمساندة الحركة المخزنية وقمع المتمردين. تهامي القلاوي غادي يدخل في اول معركه واللي كان العمر ديالو غير 15 عام، وكانت ضد احد القبائل الثائره. وهنا بانت الشجاعه والبطوله ديال تهامي القلاوي، واستطاع انه يخمض بزاف ديال الثورات بالرغم من انه كان فلاش صغيره. هذا الشيء اللي غادي يخلي ان تهامي يزيد في الهبال ديالو وهو وداك المدفع الالماني اللي عطاه ليه الحسن الاول. هنا غادي يبدا تهامي الرحله ديالو في بسط النفوذ هو وخوه المدني، وشاركوا في حرب ضد ثورة الجيلالي بوحمارة وخسروا في ديك المعركة. من بعد الخسارة اللي تعرضوا ليها السلطان مولاي عبد العزيز غادي يجردهم من المهام اللي كانوا مكلفين بها. وهنا تهامي وخوه المدني ما غاديش تصرت ليهم، وقرروا انهم يتحالفوا مع الامير مولاي حفيظ خو مولاي عبد العزيز، واتفقوا باش يديروا عليه انقلاب. وبالفعل نجحت لهم الخطة ديالهم وانقلبوا على السلطان، وتما تولى العرش السلطان مولاي عبد الحفيظ، وعينهم السلطان
مدني كصدر اعظم وتعيين تهامي باشا ديال مراكش. وهنا غادي يبداو الشقيقين في الفساد والطغيان ديالهم ومصادرة الاملاك والاراضي ديال الناس، وكثرات ضدهم الشكايات من القبائل. وهاد الاخبار وصلت للسلطان مولاي عبد الحفيظ، وانهم ايضا كيشفروا الفلوس ديال الضرائب، وحتى هو غادي يجردهم من النفوذ والمهام ديالهم السياسيه. وعاوتاني مرضاوش ومشاو داروا يديهم في يد فرنسا، ومشاو عاونوا فرنسا باش تخلص من احمد الهيبه اللي كان محررها في الجنوب. وبدعم من سلطة الحماية رجعوا اهل القلاوي للمكانة ديالهم، وعاود تعيين المدني صدر اعظم والتهامي كباشا مراكش، واليوطي وشحهم بوسام الجوقة شرف. من بعد الموت ديال المدني تهامي القلاوي غادي يبدا في الطغيان ديال بصح، اللي استولى على الورد ديال خوه والاملاك والاراضي والنفوذ. وسع الاراضي ديالو في سوس والاطلس، وهاد الاراضي وهاد الفلوس اللي كان كياخدها عن طريق النصب، وبدا كيجمع العاقه ديال بصح، وكان كياخد الفلوس من عند اغنياء المغرب وايضا من عند فرنسا. وايضا كان كيجمع فلوس ديال الضرائب اللي خداها من عند التجار ديال المنطقه اللي كان حاكم فيها. واسس شبكه لدور الدعاره في المغرب وفي فرنسا وفي اسبانيا، وتولى مجموعه ديال الشركات كاستا ام. وايضا كان عنده مصانع ديال السكر والصابون، وهو الوحيد اللي كان مدخل رياضة. نقدر نقول هو أنه كان أول واحد دخل رياضة الجولف في المغرب. تهامي بالخلاصة أنه كان عبد الجيش الفرنسي، وفي ذاك الوقت كانت فرنسا هي اللي حاكمة المغرب، والسلطان كان بحال شي كادر كيلعبوا به كيف ما بغاو، كيامروه وما عليه غير ينفذ، حيث فرنسا هي اللي كانت كتعين الحكام وكتصدر القرارات وكتحط اللي بغات وكتحيد اللي بغات. داكشي علاش القلاوي كان عزيز على فرنسا، حيت كان في صفهم وكيطبق كاع داكشي اللي كيتقال عليه بالحرف بدون ما يقول لا، ما كاين غير نعم السي. وهنا غادي نذكروا سبب الخلاف تهامي القلاوي مع الملك محمد الخامس. بدا من الملك ولا مقرب من الحركه الوطنيه وحزب الاستقلال، اللي كان كيشوفهم تهامي القلاوي انهم كيشكلوا خطر على السلطه والنفوذ ديالو. وفي سنه 1950 بمناسبه عيد مولد النبوي، تهامي القلاوي غادي يتجاوز الخط الاحمر وغادي يخاطب السلطان بلهجه قاصحه، وغادي يقول له انتم لستم الا ظل السلطان، وانتم سلطان حزب الاستقلال الملحد. مباشره من بعد هذا الخطاب اللي قالوا الملك محمد الخامس غادي يجري على تهامي القلاوي، وغادي يقول له بالحرف اخر مره نشوفك هنا ولا تعتب عندي في القصر. وفي 1953 جمع تهامي كاع البشوات والقياد ورجال الدين ديال المغرب، وعطاهم واحد الوثيقه يوقعوا عليها انهم يطلبوا تنحي محمد الخامس عن الحكم. وهذا الشيء اللي خلى فرنسا تنفي الملك محمد الخامس خوفا من غضب القلاوي، وفرنسا بدورها كتخاف من القلاوي، او هاد القلاوي دارت شي كامل خايف منه المغرب، خايف منه الحكام ديال فرنسا. اش هادشي؟ ولكن هادشي ما غيدومش لتهامي القلاوي، حيت الصمتة كدور والبزيم كيوعد. هادشي اللي خلى الشعب انه يدير ثورة الملك هو الشعب. وهنا القلاوي تحط في موقف محرج وما بقى قدامه غير انه يبايع السلطان. ومنين السلطان محمد الخامس جاء من المنفى، زاروا القلاوي في الإقامة ديالو في فرنسا، وفي طقوس إدلالية اضطر القلاوي أنه يركع أمام السلطان محمد الخامس وباس ليه رجليه وطلب منه السماحة والعفو، وضرف عليه بعد دموع ديال التماسيح. وهنا انتهت او غادي تسالي القصه ديال تهامي القلاوي اللي غادي يجيه سرطان المعده وغادي يدوز غير ايام قليله وغادي يموت. وهنا انتهت قصه الرجل المليارديري، الرجل الفليسي اللي جمع الفلوس، اللي كان غماق وكيدي الاراضي وكان كينصب على عباد الله. كان معكم رضا حماموش، تهلاو في راسكم.